وحد الله. اسمع معي، هذا الوليد، هذه المرأة الذي شغل قلبها ومواجيدها هو حب الله وذكره، وذكر ربنا لابد هو الذي يحركك. فهناك ما تحرك الآلات طربا، وهناك ما يحرك قلبه خشية وعشقا. سيدة ربع العدوية بيقول ايه؟ وجعلتك في الفؤاد محدثي. جعلتك فين؟ حديثها مع مين؟ مش مع محبوبها ولا فارس احلامها ولا حاجه. وجعلتك في الفؤاد محدثي وابحت جسمي من اراد جلوسي. الجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد انيس. هكذا. فذكر الله أن يكون الله سبحانه وتعالى ذكره حاضرا في قلبه من جواه، طالع من جوه. ولذلك قلب الذاكر لا يغفل حتى إن مات. قلب الذاكر لا يأكله التراب، إنما هذا القلب ينجب بذكر الله إلى أن تقوم الساعة. كنت بوابا على باب قلبي 40 عاما فلم أفتحه لغير الله، وحينما فتحته وجدته لا يعرف إلا الله. سمعنا الصلاة على حضرة النبي. ما اللي هو لقيتي كان الجنة لما يقول يا من أنا واخد بالك، يا من أنا لأن ما فيش أنا مع ربنا، هي أنا واحدة بتاعت ربنا. وحد الله. امحو أنا واثبت أنا، فتوحد الله. امحو الأنا اللي فيك واثبت من اللي هو إيه؟ أنا الله لا إله إلا أنا، فتوحد الله. الله سبحانه وتعالى يرينا الطريق الموصل للولاية. وهناك يا إخواننا بعد ما وصلوا على حضرة النبي، مش هطول عليكم، فيه ولاية وولاية. في إيه؟ ولاية وإيه؟ وولاية. الولاية بالكسب تأتي، ولكن الولاية بالوهب تأتي. ومدد الولاية أعلى مقاما من مدد الولاية. ليه؟ ربنا يقول هناك الولاية في الحق لمين؟ لله. فأراك الله الطريق، ودايما تذكروا مشايخكم بالخير. فذكرك لله ترجم به لسانك بوضع يدك في يد الشيخ مبايعا لتكون مريدا من مريدين الله في الارض. فانت مريد لله مش مريد للشيخ. وحد الله. ما خلي بالك من الحته دي. ومريد الله مراد. ومن اراد ان يكون شيخا ويكون له مريدين ويكون له مريدون فهذا لا يستحق ان يكون شيخا. إنما الشيخ الذي يريد لمين؟ لله. فمريد الله مراد. مريد الله إيه؟ مراد. وحد الله. والمراد لا يقضي إلا بما الله أراد. فتوحد الله وسمعنا الصلاة على حضرة النبي. صح شوية أنت جميل. وحد الله واذكر الله. فالسادة الصالحون حينما يضعون تضع يدك في يدهم، لا تضع يدك في يدهم هم، إنما تضع يدك في يد رسول الله. فإذا كانت يد الله فوق يد النبي فوق يد الصحابة المبايعين، واخد بالك، فكل يد تقبض لله فيد الله معها يقربها ويعينها ويصطفيها. فالولاية يعمل لك طريق بتاعتها. وعاوز اقول لك حته بس بعد ما سمعنا الصلاه على حضره النبي. ايوه صحصحوا كده. اصل القلوب دي ايه؟ زي الشعر
لما تخضها تطلع ايه؟ اما اللبن في السعر ايه؟ عارفين السعر طبعا، احنا كلنا عارفين الحكايه. يجيبوا اللبن يحطوه في ايه؟ ويقوموا يخضوا فيه. الكلب كل ما يتخط بذكر الرب يطلع الزبد بتاعه، الزبده بتاعته تطلع. متوحد الله. لا اله الا الله. واخد بالك؟ فالقلب بتاعهم من الشعل بتاع اللبن دايما ايه؟ خضار. وحد الله. علشان تبقوا فاهمين التصوف ده هو الدين، لان الدين طريقه. الدين ايه؟ طريقه. الدين ايه؟ طريقه. الشريعه الحقيقه، اللي يوديك من الشريعه للحقيقه هي الطريقه. شريعه بلا طريقه تعنت وتشدد، وانت ايه؟ واخد بالك زي الجماعه اللي طلعوا ديله. وحد الله. اللي بيقول عليهم السلفيين ولا مش عارفين الصلافيين. وحد الله. ففي متشرع لكن مش متحقق. في متشرع لكن ايه؟ مش متحقق. واخد بالك؟ فهذا لا ايه؟ لا يأخذ من الايه؟ من العلم شيئا. ما بين الشريعة والحقيقة طريقة. بين الشريعة والحقيقة ايه؟ بين الشريعة والحقيقة ايه؟ فإذا صحت الطريقة ذقت طعم الحقيقة. ما بين الشريعة والطريقة ايه؟ ما هو الشريعة والحقيقة ايه؟ فإذا صحت الطريقة ذقت طعم ايه؟ طعم الحقيقة. بحر الحقيقة أسرار محجبة، من خاض لجته يعرف خباياه. ما سمعنا الصلاة على حبيبك يا أحباب حضرة النبي، عشان تعرف ليه جماعة كده دلت. ولا تجد أنوار المصطفى تتلألأ إلا في أهل الطريقة. لحاهم تنار بأنوار قلوبهم. بل ليه تلاقي واحد دقنه كده ما مسوده وشه، وفي واحد دقنه ايه؟ مبيضه وشه، لان قال سماهم في دقونهم. قال سماهم فين؟ قال فين؟ قال فين؟ في وجوههم. ليه؟ لأن النور يشرق من داخل المصباح. يقول لك النور اللي وصلك عندك هيك من فين؟ من الداخل ولا من الخارج؟ من ايه؟ من الداخل. ما توحد الله. فأعطونا الطريقة عشان نفهم. والتصوف كلمة رمزية أو شيء شفرة. كلمة التصوف دي شفرة. مالها؟ شفرة. عشان يقول لك التصوف ده في الله هي شفرة من الشفرات. ازاي يا واحد؟ وحد الواحد وقل لا اله الا الله. لا اله الا الله. الته له معنى، والصاد له معنى، والواو له معنى، والفيه له معنى. فاذا اجتمعت المعاني فانت معنا. فتوحد الله. لا اله. لا تتولى عن الدنيا يتولاك الله سبحانه وتعالى. والصاء صفاء القلب. صفاء ايه؟ وصفاء القلب يصدر عن صدق النية. وحد الله. وصدق النية يصدر عن صبرك على الطاعات. في صبر عنه وصبر على. صبر على ده ايه؟ الناس العاليين دول. وذاك في ناس قال ولا تمشي في الارض في الارض الدوده زي الدوده وزي الهيك. الجماعه الصغار قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على طلعوا فوقهم. وحد الله. في ناس ماشيه في الارض ده ما تلمهوش، مش كده؟ واللي ماشي على الارض واخد بالك؟ وحد الله ما تسيبهوش. وحد الله. هناخد الحته دي عشان
عشان ما اطولش عليكم، اللي في المدح ده حلو جدا في المواجيد، بيطرب المواجيد وخلي الشموع تجيب. ولذلك مولانا الشيخ صلاح الجعفري رضي الله عنه وارضاه نبرات قلبه خطت سطور شعره، فكان ما يقوله الهمام البطل السيد ابن السيد الحاج جعفر صالح الجعفري، لما تسمع كلامه علم وتشريع، علم وتشريع، لا نفاق وتبديع. وحد الله. طبعا الواو ولاء لحضرة النبي، توالي من والاه وتعادي. والفاء ثناء عن ذاتك قبل أن تكون ثانيا عن غيرك. ثناؤك ايه؟ عن ذاتك قبل أن تكون ايه؟ ولا تفنى ذاتك إلا أن تتجلى عليك أنوار ذاته. النور اللي بيغلب بيختفي فيه النور الضعيف، مش كده ولا ايه؟ فعلشان كده لابد أن يكون قلبك ايه؟ ذاكرا لله. كن ذاكرا لله. كانوا قصيدة يقولوها كده، فتوحد الله. أنا هاخد الحتة بس الطريقة اللي هتوصلك للولاية. الذين آمنوا بجد. آمنوا ايه؟ بجد، مش آمنوا بس، آمنوا ايه؟ بجد وبحق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد. فسمعنا الصلاة على حبيبك. آمنوا الذين آمنوا ايه؟ بجد، وكانوا يتقون ما يشغلهم عن ايه؟ عن ذكر خالقهم. كانوا ايه؟ يتقون ايه؟ ما يشغلهم عن ايه؟ ذكر ايه؟ خالقهم. الحاجة اللي هتقطع بينهم وبين ربنا يعمل ايه؟ وحد الله، ينقطع عنها. واذكر اسم ربك وتبتل اليه ايه؟ تبتيلا. مش كده؟ وتوحد الله. خلي بالك، اصلح حالك. الذين آمنوا بجد وكانوا يتقون ايه؟ ما يشغلهم عن ذكر خالقهم، لأن في الشغل الايه؟ في اشتغال القلب عن الذكر ظلمة الفكر. ظلمة ايه؟ الفكر. ولذلك ربنا ما قالش اسألوا أهل الفكر، قال يسألوا ايه؟ أهل الذكر، لأن أهل الذكر يستمدون علمهم من علم الله. يستمدون علمهم من ايه؟ من عند مين؟ علم جاي. ولذلك لما كنت تسمع عن الشيخ صالح الجعفري له أحوال، لما تتجلى أحواله تنحدر الجواهر واللآلئ من على لسانه، وكان يغيب عما حوله. وحد الله. خلي بالك تصلح حالك. الذين آمنوا وكانوا يتقون ايه؟ ما يشغلهم. احنا دلوقتي لو دخلنا الجامع رحنا على كده المكتبين الصوفية، تلقى الواحد ايه؟ مخه صرح في كده. طب يا ابن الحلال، ما انت الشيخ عودك وداك وخلى قلبك يتعود على ذكر الله، مش لسانك. لا، اللسان مترجم عما في القلب. اللسان ثم سهل، كل واحد يقول لك لا اله الا الله، لا اله الا الله، سهل باللسان، زي المكنه اللي شغاله لكن الخرطوم بتاعها ما وصلش الميه. وحد الله. لكن اهم حاجه الخرطوم يوصل ايه؟ عشان تسحب. مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ وصلى على حضرة النبي. واخد بالك؟ ولا بد أن يكون الذكر ينحدر من قلبك على لسانك وتخشع به جوارحك. فإن حدث ذلك فكنت هنالك، وما أدراك ما هنالك، تجد حضرة النبي أمامك. وحد الله. ويتقون ايه؟ ما يشغلهم عن ذكر ايه؟ ربهم. وذاك ليه تسمع فيهم كده؟ رجال ما لهم لا تلهيهم ايه؟ تجارة ولا عن ذكر الله.
الله قوم أخلصوا في حبه فاختارهم ورضي بهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ويكافئون بالنهار صياما. وحد الله. وتقر أعينهم بما أخفى لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. سلام عليكم طبتم. وحد الله. الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. هم سيادنا ده راحوا الخلاوي ليه؟ واخد بالك؟ ولو ما راحش الخلاوي ما يعرفش معنى الغناوي. وحد الله. السر كله في الخلوة. ولذلك أقول لكل الأحباب هو في كتاب إن شاء الله يرون إن يطلع يعني إن شاء الله اسمه شروق الفكر في معرفة حقيقة الفكر. إذا ربنا يسر وطلع لكم كل واحد نسخة هدية. وحد الله. هتوصلك إزاي مالكش دعوة بيها الحكاية. وحد الله. وصلي على حضرة النبي. خلي بالك يصلح حالك. الذين آمنوا كانوا إيه؟ يتقون. يعني الحاجة اللي تشغله عن ربنا يعمل إيه؟ يبعد بعيد عنه. رحت عند واحد يقعد يجيب لك الدنيا وناس الدنيا ومش عارف ايه، يبقى اسمه ايه؟ تقعد في مجلس تشغلك، لا بعيد منه. احنا عاوزين مجلس يذكر فيه الله، لأن كل المجالس تأتي يوم القيامة وعلى الإنسان منها سرة حصرة إلا مجلس يذكر فيه الله. وحد الله. إلا مجلس يذكر فيه اسمه. ودي كرامة وبشرى للشيخ عبد الرازق عليه رحمة الله. يمكن الشيخ تقام عرف أن أنا التقيت به يعني. وحد الله. كان رجل محب وصادق في حبه. وحد الله. ولذلك هو يعني ازاي ذاته دي هنا ازاي الله أعلم. سبحان الله. بس سمعنا الصلاة على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على. فالذين آمنوا وكانوا يتقون ما يشغلهم عن مين؟ عن ذكر الله. لا تلهيه. وذكر ربنا قال اذكروا الله ذكرا. هي ذكر الكثير يعني كل 2010,000 في تسبحها. لا. دي جميلة تعود قلبك ولسانك جميل. بتلين زي الزيت البلين. واخد بالك؟ زي الزيت ايه؟ بلين. ولكن احنا عاوزين ايه؟ القلب ماله يشتغل. توحد الله. الذكر أن تذكر الله في كل أحوالك. أكلت تذكر الله، اشبعت تذكر الله، لبست تذكر الله، خلعت تذكر الله، زرعت تذكر الله، حصدت تذكر الله، نظرت تذكر الله، سمعت تذكر الله، مشيت تذكر الله، سلمت تذكر الله، جلست تذكر الله، وقفت تذكر الله، نمت وأنت على ذكر الله، فإذا مت لا تموت إلا على ذكر الله. وحد الله حبيبي. ذكر الله في كل حاجة. في كل ايه؟ اذكروا الله قياما وقعودا وعلى تتجافى جنوبهم. ناس رجال. انما احنا الشيخ يعني بدينا على كيف حالنا كده زي 100 صلاة على النبي 100 مش عارف ايه. والله صلاة واحدة على حضرة النبي يبقى بها الإنسان طول حياته. صلاة واحدة توصل معاه التيار يبقى في معية المختار. وحد الله على طول. وحد الله. فالكلام مش في العادة، الكلام في المد. كلام ايه؟ في المد ولا في العادة؟ في المد. وممكن نعد ملايين كثيرة لكن الصلاة يساوي. وحد الله. سمعنا صلاة على حضرة النبي. فهنا الذين آمنوا بجد. كن مؤمن بجد. يعني ما تنفقش في إيمانك مع الله. نفق مع مهدي ماشي مع الله لا. لما تقول الله أكبر أكبر مما تمليه عليك نفسه، أكبر مما تملكه في يدك، أكبر مما أنت تنتمي إليه في قبيلتك، أكبر من كل شيء. الله أكبر لابد أن تتحقق بكلمة الله أكبر. تدعي لكلمة الله أكبر.
إذا قال لك اصفح اصفح، إذا قال لك اصبر اصبر، إذا قال لك اكتم غيظك اكتم، إذا قال لك اعفو اعفو. ولذلك من الأجل السيء تجد بعض الناس الذين ينتمون إلى التصوف في تقاطع بينهم، بالأصل مش موصولين، بالإيه؟ مش موصولين، لأن السادة الصالحين كلهم زيين. عارف أرض النور ده شايفه؟ فهم المصابيح كلهم إيه، لكن تيارهم جاي من فين؟ واحد. دلوقتي المصابيح دي دلوقتي كل حاجة في مصباح لها نور ولا النور واحد؟ تعددت المصابيح والنور واحد. الصالحين هكذا، الذين آمنوا وكانوا يتقون من حلم لهم البشرى. البشرى في الحياة الدنيا واحد الله. ايه البشرى؟ هي الكرامة. هذه الجلسة من البشرى. كم منكم صلى على رسول الله؟ كم منكم صافح أخيه؟ كم منكم سعى أتى ليستجيب دعوة حضرة النبي؟ كم منكم وأنت جاي واخد بالك تجبر بالخاطر وأنت جاي عاوز بركات وعاوز إمدادات، كلنا اجتمعنا بقلب واحد على ذكر الواحد والصلاة على النبي الواحد. كرامة ولا مش كرامة؟ بشرى ولا مش بشرى؟ وحد الله. ده انت لو في حاجة اسمها ايه؟ علم الأحاسيس. علم الأحاسيس ده يوصلك لغاية الجمال. عارف العربية لو انت زي راحة للمجلس زي كده، وحد الله، العربية اللي انت راكبها تلقاها فرحانة كده وبتسبح وتمشي ايه؟ بس عاوز الحس، عاوز اللي يشعر. تلقاها جايه فرحانه كده وايه، واخد بالك ومبسوطه، واخد بالك. وحد الله. واحد يقول لك يا عم الشيخ بتركب بتتعطل يا عم ده هي تعطلت عشان فيها قلب ثقيل من فوق. لان في مره سيدنا موسى بيستمضي عشان المطر يجي، واخد بالك، وصلى والناس صلت وراه، ده نبي فيهم ما نزلش. قال له يا رب طب احنا صلينا المطر ما نزلش. قال بينكم عبد عاصي، بينكم عبد ايه؟ عاصي. كل واحد لو حصل موقف ده ايه يتهم نفسه هو العاصي واستغفر الله. واستغفر ايه؟ يعني كل ما ركبت العربيه وحصل حاجه واخد بالك الا اذا كان لي من درجه الشهاده درجه. وحد الله. عبد عاصي. فقال يا اخواننا الله يبلغني ان بينكم عبد عاصي فلنذهب سويا. واخد بالك كل واحد يتوب بينه وبين ربنا. كل واحد يروح يتوب بينه وبينه ايه، مش فضحوا زينا. واحد يجي له واحد كان من طريقه ثانيه وهو بطريقه يجي له حكايه عليك ودي. يا اخي ده احنا عندنا مبدا التصوف من ستر عيبا في اخيه ستر الله عيبا فيه. ده المبدا عندنا اسمه ايه؟ من ستر عيبا فين؟ اوعى تحتقر حد ولا تشوف نفسك تتقدم على حد. لا، لان التقديم والتاخير بيد مين؟ والرفع والخفض بيد مين؟ والوهب والمنع بيد مين؟ بيد الله. مالك ومال القضيه دي؟ وحد الله. كنا فين؟ لهم ايه؟ البشرى. البشرى هي الكرامه، اجتماع الاخوان على محبتهم، الدعاء ليهم، الاستغفار ليهم. شوفوا اخواننا اللي جابوا طوائف يمدحوا حضره النبي وجايين، ما هو بشرى دي كلها بشرى. ها؟ مش اهو ما دامت هو من اذا رايت ذكرت الله فهو انتقل الى الله مع ذلك بسيرته ذكرت الله. يبقى ولي ولا مش ولي؟ قصد علم مرضى. وحد الله بسيرته بذكراه ذكرت الله. متوحد الله. الذين آمنوا لهم بشرى في الحياة الدنيا كرامة، وفي الآخرة يكونون في معية المصطفى. وفي الآخرة لا تمثيل لكلمات الله. كلام ربنا ايه؟ ثابت رفعت الأقلام وجفت ايه؟ فإذا يا أحباب جلسة طيبة، وأقول لكم حكمة أكررها دائما لأحبابنا وإخواننا وأبنائنا في الطريقة. هي طريقة واحدة، طريقة واحدة، كلها طريقة واحدة بتاعت حضرة النبي، كله ميراث حضرة النبي. وحد الله.
إنما التعدد ده علشان إيه؟ بالتعريف لا لإيه؟ للتصنيف. طريقة الشاذلية والإبراهيمية والرفاعية اسمها طريقة تعريف، زي مدرسة فلان الثانوية، مدرسة علان الثانوية، مدرسة كذا، مش كده؟ فمدرسة الإمام الرفاعي اللي فيها إيه؟ رفاعي، مدرسة الإمام الشاذلي اللي فيها إيه؟ شاذلية، لكن المنهج والتعليم واحد، مش كده؟ بتوحد الواحد. لا إله. ده مش عملية، لا وحد الله. والأولياء دي زي الأريال، يدخلوا من بعض يخرجوا من بعض. عارف الأريال؟ اللي بيرفعوه ده فوق عشان يجيب ارشاد، الاولياء في بعضهم يطلعوا من بعض ويخشوا في بعض. طب واحد شاف ايه؟ شاف صباع من الاريا، هيوصل له المدى الفلاني؟ مش هيوصل له، هيشوش المحطة وهيشوش. انا خدت من فلان مش قادر، اخدت من فلان مش قادر. ما انت ما بص المحطة بتاعتك مدى بس المكثف بتاعك فيه شوشره بقى. وحد الله. خذ الحكمة دي وتكفيك. من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة. نسأل الله لنا ولكم دوام صحة الإيمان، ودوام ذكر الله والصلاة على النبي العدنان، ودوام المحبة في الله، ودوام الأخوة في الله، ودوام التبادل في الله، ودوام التناصح في الله، ودوام المحبة في الله. اللهم هؤلاء وفدك أتوا في ساحة ولي من أوليائك، جاءوا على ذكرك ليذكروك، اللهم اجعلهم من المذكورين ومن في معية المصطفى سيد المرسلين. اللهم املأ قلوبهم نورا. من كان في قلبه هم ففرج همه واكشف غمه، ومن كان سقيما فاشفه، ومن كان مبتلى فعافه، ومن كان مديونا فاقضي دينه، ومن كان محروما من الذرية فارزقه ذرية صالحة، ومن كان مظلوما من عدو فاقسم عدوه. اللهم هؤلاء وفدك وأحباب نبيك، اللهم أكرمهم بكرامة القرآن وشرفهم بشرافة القرآن، واجعلني وإياهم تحت مظلة القرآن. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم بارك في قارئنا وبارك في إخواننا جميعا والشيخ تقادم وأهل الساحة جميعا، وأسأل الله لكم أن تكونوا متواصلين. أنا عاوز إخواننا بتاعين السادة الصالحين يكونوا متواصلين مع بعضهم، بالشرط نجمعهم ليلة لا يزوروا بعضهم. البرهمية يروحوا للطيفية والطيفية يروحوا للشاذلية وتبقى في علاقة بينهم، لأن كل ده ياخذ كل النور لما يجتمع النور ماله يقوى. أسأل الله أن يمدنا بمدد رسول الله، وأن يجعلنا تحت لواء رسول الله، وأن يكرمنا بكرامة رسول الله. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، نسألك علما نافعا، نسألك يقينا صادقا، نسألك دينا قيما، نسألك العافية من كل بلية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك لمصر الأمن والأمان، وأن تخلصها من أهل النفاق يا رب العالمين. اللهم قيد لها من الصالحين والعارفين من يقودهم إليك يا رب العالمين. اللهم انتقم من أعدائها، اللهم انتقم من أعدائها داخليا وخارجيا. اللهم لا تسقط لنا مصر، اللهم ارفع هامتها وأعلي رايتها وحقق مرادها واكرم أظهرها. اللهم اجعل شبابنا في عفة وفي رفقة وفي رفعة. اللهم آمين. استر بناتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. وبارك الله فيكم وملأ الله قلوبكم ومساكنكم بأنواره وأسراره، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.